السلام عليكم اخواتي، مرحبا بكم في قناه ام رميساء. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله سنقوم بتحضير البغليل المغربي، نتمنى يعجبكم. وكما العاده ما تنساوش ديروا اشتراك في القناه وجيم من الفيديو. سمحوا لي كنبرسلكم، لكن بغيت نوصل على الاقل غير 1000 مشترك. نتمنى ما تبخلوش عليا بالضغط على الزر الاحمر داك سابوني. بالنسبه للبغلات ديالنا كنحتاجو 125 غرام ديال السميده رقيقه، 2 معالق كبار ديال دقيق الفورس، زلافونس ديال المدافي، ملح وجوج خمارات. اول خلاط ديالنا درنا فيه الدقيق والسميده والملح وواحد الخماره ونطحنوه ونزيدو خماره ثانيه. كنطحنوه في الاول بخماره وحده وتا كنطحنوه مزيان عاد كنضيفو الخماره الثانيه. ها هو طحناه، غنضيفو له الخماره اخرى ونعاودو نطحنوه ثاني. ها هو الخليط ديالنا من بعد ما طحناه، ها هو واجد، يعني مباشره كنبداو نطيبو فيه، ما كنخليوهش يخمر. غنديرو المقله ديالنا تسخن ونبداو على بركه الله. ها هي كي درت العينين. نزولوها، وانا مولفه واحد القاعده خايبه المقله ديالي كندير لها الماء. الا ما درتش ليها الماء ما تطلعش ليا بغرير واعد. وكنستمروا في الطياب ديال البغليل ديالنا بهذه الطريقه حتى كنكملوهم كاملين ونطلقوا من بعد ما نساليوهم ان شاء الله. ها هو البغليل ديالنا واجد، يعني دغيا كيوجد، ما كيشدش الوقت، من با واحد 15 دقيقه هكا كيوجد للفطور ولا الكوتي. نتمنى يعجبكم. الا عجبكم ما تنساوش ديروا جيم الفيديو والاشتراك في القناه، وشكرا لكم، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله، ونتمنى تقبلوا على وصفات.